أعزائي المشاهدين، وعودة لمشاهد المصرية. النهاردة أعمل لكم مشهد من الفيلم الشهير غزل البنات، لما الراجل الشغال داخل له بالكلب فيفكروا باشا. عايزكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات اللي يعرف اسم الفنان اللي هو دخل له بالكلب ده. اللي هيعرفه بقى هيبقى يعني بصراحة يعني بيتهيألي مفيش حد هيعرف اسم الفنان ده. يلا بقى نعمل لكم المشهد. الواحد والله مش عارف يعمل ايه ولا ايه. الواحد تعب في البيت ده خالص. الله يكون في العون يا سعادة البيه. اتفضل اقعد. تصور انه همدان وتعبان وشكله بيصفر كده وبالبلع. ربنا يشفيه يا فندم. مش البيه الصغير برضه؟ البيه الصغير مين؟ يا اخي انا بتكلم عن الكلب ده. حضرتك بتتكلم عن الكلب ده وانا بقول عليه ان وشه مخطوف حبيبي. تصور اللي بقاله 4 أيام مطاح ما حطش في بقه لقمة. يا حرام. بعيد برضو. أنا أعرف بني آدمين بقاله بأسبوع ما أكلوش. مظبوط كلامك. بس مش بالحلاوة دي ولا بالرقة دي. عندك حق. مش بالحلاوة دي ولا الرقة دي. اتفضل. اتفضل اقعد. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا. ايه؟ انا مش الباشا. حضرتك مش الباشا؟ امال حضرتك تبقى ايه؟ انا هنا مخصوص عشان الكلب ده. حضرتك مخصوص عشان الكلب ده؟ ايوه. علشان ايوه. مم. وعلى كده بتاخد بهية؟ تصور بيدوني 30 جنيه. 30 جنيه بس؟ ايوه بس. يا حرام. وانت ما طلبتش زيادة علاوة زيادة مرتب؟ ضروري. ضروري اطلب. انا باكله واشربه واحميه. ولا بتوع المدارس؟ هما بتوع المدارس يجوا جنبك حاجة؟ لازم تطلب زيادة علاوة مرتب. ايوه كده لازم تشغل نفسك. اخدتنا الكلام وحضرتك ما اعرفش انت بتشتغل ايه. انا بتاع كتب، بتاع كراريس، بتاع اي حاجة. انا بشتغل مدرس. حضرتك مدرس؟ ايوه مدرس بس. ايوه مدرس بس. يا حرام. والله